شرفنا وسعدنا اليوم تواجد هذه الكوكبة من السادة الحضور من الرموز والقيادات السياسية والشعبية والعمالية والتنفيذية ورموز الرياضة بالمدينة، والزملاء العاملين وقيادات الشركة الموقرة، والزملاء في شركة السويس لتصنيع الأسمدة، فلهم عظيم الشكر على تلبية دعوتنا وتشريفنا بحضورهم الكريم. كما يزيد من سعادتنا حضور كبير عائلة المالية ليشارك أبنائه هذه الاحتفالية، فبكل الحب تقدم بتحية تقدير واحترام وإعزاز بالسيد الفاضل المحاسب علي الصياد رئيس الإدارة وعضو منتدب تشريفه بالحضور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والقوة في هذا الحديث هي قوة الإيمان والعلم والطاعة وقوة الرأي والنفس والإرادة، ويضاف إليها قوة البدن. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. فلهذا حرص الاتحاد على الاهتمام بالجانب الرياضي، وقمنا بتنظيم هذه الدورة بعد نجاح دورة تنس الطاولة التي نظمها الاتحاد. كما نؤكد أن الاتحاد تحمل جميع تكاليف الهدايا المقدمة دون الحصول على اشتراكات من الفرق المشتركة. كما نود أن نؤكد أن مواردنا هي من تبرعات واشتراكات ممثلي وأعضاء الاتحاد، وليس لنا أي موارد أخرى، كما أننا لا ولن نقبل أي موارد أو تبرعات من خارج ممثلي وأعضاء الاتحاد. ونحن اليوم نحتفل بختام هذه الدورة التي كان لها أثر طيب بين العاملين والمشتركين، والذي بلغ عددهم 100 عامل ما بين لاعب وإداري ومدرب وحكم من جميع قطاعات الشركة. وعملت هذه الدورة على نشر روح الحب والتراخي والمودة، توطيد العلاقات الإنسانية بين المشتركين من العاملين، ورفع الروح المعنوية التي ترفع من أداء العاملين، حيث أننا هدفنا هي الصالح العام للشركة وعمالها، والعمل سويا إدارة وعمال في اتجاه واحد يخدم تحقيق أهدافنا المشتركة في رقي الشركة وازدهارها ورفعتها وتعظيم الذي ينعكس إيجابيا على مصالح العمال، والعمل على وجود حلول جدية وجذرية لجميع المشاكل العمالية من خلال تقريب وجهات النظر بين الإدارة والعمال. أدعو الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الصالح العام، وأن يحمي مصرنا الحبيبة من كل سوء، وأن تنعم بالأمن والأمان والرقي والازدهار بسواعد المخلصين من أبناء شعبها العظيم. وأخيرا، ما كان لله دام واتصل، وما كان من غير الله انقطع وانفصل. ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من سهو وخطأ فمن نفس والشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ أحمد فاروق. والآن هدية